السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه يحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا طريقة عمل اللفت عشان تعرفيه إنه هو بيبقى بلدي ولا أفرنجي. بيبقى اللون دوت اللون البلدي بتاعه. أنا هنا بقشر الشعيرات اللي كانت في اللفت والعروق. أهم شيء إن احنا العروق نحافظ عليها في الليفت، لان العروق ديت بتبقى فيها فايدة جدا. فايدة لان هي اصلا مفيدة جدا للقولون، مفيدة جدا للكالسيوم والحاجات ديت. فهنا تقطعته معاك اهوت. اي تقطيع انت تحبوها، اي تقطيع حضراتكم تحبوها اعملوها. كده هنقطع معاكم الكمية كلها وهنرجع لحضراتكم تاني. طبعا انا هنا سبت المية تغلي على البوتاجاز وحطيتها تبرد خالص، خليتها مية ساقعة خالص. وقطعت هنا شرايح البنجر. هنا قطعت شرايح البنجر معاكم وحطيت سنة شطة. حابين الشطة تحطوها، مش حابين براحتكم. هنا اهوت هنقطع كمية البنجر كلها وهوريكم برضو هنا هعمل ايه. هنا حطيت برضو 4 معالق سكر. على كل كيلو لفت حطيت عليه معلقة سكر. السكر ده مادة حافظة لللفت، وما يخلوش يريم ولا يعمل ريم على الوش ولا اي حاجة خالص. هنا الجردل اهوت اللي هنحط فيه اللفت. رصينا اللفت. خلي بالكم يا جماعه، انا برضو في ملحوظه اقولها لكم، انا ما قلتلها لكمش في اول الفيديو. الليفت بنخليه ساعه. نحطه ساعه في مصفى ونرش عليه حبه ملح، اللي هو الملح التخليل، مش الملح الناعم، الملح التخليل. وسبته ساعه نزل ميته، صفيته من الملح جدا. بعد كده رصيته في الجردل اهو قدام حضراتكم. اللفت ده متميز ان هو بلدي. ريحته وانا بعمله فظيعه، بسم الله ما شاء الله. ريحته يعني بص ان انت بتاكلي حاجه بلدي فعلا. هنا هرص الكميه كلها كده وهرجع لكم تاني. كده هنا انا حطيت في الميه معلقتين خل. ليه بقى الخل؟ عشان انا عايزه اكله بسرعه. لو مش عايزه اكله بسرعه ويقعد معايا شويه مش هحط خل خالص. اوعوا يا جماعه حد يحط خل لو انتوا مش عايزين تقعدوه كتير. عايزين بقى يخليه مثلا تاكلوا منه يومين ثلاثه، خلاص ايه حطوا الخل. هنا بقى هحط حطيت الميه كلها. لازم الميه تغطي اللفت خالص، ما تخلوش باين عشان ما يعملش ريم. وخلي بالكوا على فكرة عمر ما يحصل له ريم خالص، لان المية لازم مية المخلل بالذات لازم تكون مغلية وباردة، لازم تكون باردة ساقعة خالص. هنا سويت اللفت اهوت ونزلت البنجر تحت برضو. هنا في ملحوظة برضو هقولها لكم، حطيت الطبق ده ليه؟ عشان ينزل كمية اللفت كلها تحت ويحافظ عليها. يعني طول ما هي عايمة على الفوق كده مش هيحصل لها اي حاجة. ورجعنا لكم بعد 5 ايام. بسم الله ما شاء الله، اللفت ما شاء الله جميل جدا. والعروق ما شاء الله مسكرة لان هو بلدي. ما شاء الله الله اكبر عليه، جميل جدا. ما تنسوش بقى تعليقاتكم الجميلة والاشتراك في القناة، عشان ان شاء الله باذن الله القناة تكبر بيكم ومعاكم بامر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.